السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الكنافة بالمانجا بطريقة جميلة جدا وهتعجبكم وهتبقى احلى من بتاعة المحلات. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بنزله. هنا المكونات معايا نص كيلو كنافة، ومعايا كوباية سمنة او كوباية زبدة او كوباية سمنة على زبدة براحتكم. ومعايا هنا معلقتين كبار سكر بودر. هنا السكر البودر بنحطه مع الكنافة عشان ما يخليش الكنافة تبقى مفرولة كده، بيخليها حلوة وتبقى ماسكة في بعض، ماسكة في بعضها، ما بتبقاش مفرولة. فهنا بقى معايا الكنافة، انا كنت شايلها في الفريزر. هنا بقى فتفتها كده الكنافة فتفتها لما بتكون في الفريزر بتتفتفت معاكم بسهولة جدا. بسم الله. بصوا بتتفتفت بسهولة جدا لانها متلجة، انا جايبها من الفريزر. بتبقى جميلة جدا وما بتاخدش منكم وقت خالص، وفي نفس الوقت بتتباع في المحلات غالية جدا، يعني بيوصل سعرها 300 جنيه وازيد كمان. فاعملوها في البيت احسن واوفر. وهنا بعد ما فتفتها خالص بصوا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين اهو. هنا بقى هنزل معلقتين السكر البودر، معلقتين كبار، وهغلف بيه بقى الكنافة كلها. هنا زي ما قلتلكوا السكر البودر بيخلي الكنافة ماسكة ببعضها، ما بتبقاش مفرولة كده لما تيجوا تقطعوها. فصراحة بتفرق جامد السكر لما بحطه. اهو هنا غلفت الكنافة كلها اهو بالسكر. بسم الله. وقلبته كله اهو. انا عايزة بس اتأكد ان السكر غلفت بيه الكنافة كلها. بعد كده هحط بقى كوباية السمنة، احطها كلها كده بالشكل ده. بسم الله. هقلب بقى السمنة مع الكنافة. بسم الله. اقلبها بقى كلها كده بالشكل ده. هنا بقى ايه، هنا بقى هحاول اقسم كده الكنافة تقريبا، نقسمها كده
هقسم بالظبط النص، او مش بالظبط يعني تقريبا كده اهو. تمام كده اهو، قسمتها نصين اهو. وبعد كده معايا صينيتين اللي هما بتوع البسبوسة، اللي هي اكبر مقاس. هي تقريبا مقاسها 26 او 30، مش فاكرة بالظبط مقاسها ايه، بس هي عامة اكبر صينية هما بيبقوا 3 مع بعض، فدي اكبر واحدة فيهم. فهدهنها بقى دهنة سمنة كده كويسة، دهنة كويسة جدا. بسم الله. نتأكد ان احنا دهنا الحروف بتاعت الصينية كويس، عشان بس الكنافة ما تلزقش منكم. بس خلاص كده. وبعد كده بقى انزل الكنافة، النص ده كده هنزله. بسم الله. اهم حاجة ان الصينيتين يكونوا قد بعض. لو مش عندك 2 قد بعض، ممكن بقى تعملي واحدة وبعد كده تعملي التانية. يعني تكوني مجهزة كل حاجة اول ما تطلع من الفرن، تسيبيها بقى لحد ما تبرد شوية وتعملي التانية. يعني هو ده حل يعني تاني، او يا مثلا مش عارفة يعني. هو اهم حاجة ان هما يكونوا بس الاتنين قد بعض في الصينيتين. هنا بقى النص التاني هحطه في الصينية التانية. بسم الله. واهم بقى خطوة ان احنا نسويها كويس قوي ونضغط عليها. بسم الله. اهو انا ضغطت عليها كويس قوي اهو. هعمل بقى التانية. بسم الله. وبعد ما ضغطت هنا الكنافة بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، ضغطتها جامد وخليتها متساوية الصينيتين. هنا بقى ادخلها فرن يكون سخن على درجة حرارة 200 كده، وهي هتاخد معاكم من نص ساعة ل35 دقيقة، يعني بداية من نص ساعة كده وتابعوها. هنا بقى ادخلها الفرن وقبل ما تبتدوا في عمايل الكنافة، اعملوا السيرب بتاعها عشان يبقى السيرب يبقى بارد والكنافة تبقى سخنة. السيرب بتاع الكنافة 2 سكر وكوباية مية ونص ليمونة وفانيليا ومعلقة عسل جلوكوز.
عندكم تمام، مش عندكم العسل الجلوكوز خلاص مفيش مشكلة. بس واول بقى ما تطلع من الفرن يكون السيرب معاكم، اهم حاجة يكون السيرب معاكم بارد، والكنافة لما تكون سخنة. هنا بقى ادخلهم كده الفرن، بعد كده اوريها لكم بعد ما اطلعها من الفرن. وهنا طلعت الكنافة من الفرن. معايا بقى السيرب اللي انا عملته. السيرب بارد والكنافة سخنة. هنزل بقى السيرب كده بالشكل ده على الكنافة. بسم الله. ما نكترش سيرب، يعني مش هحط السيرب اللي انا عملته ده كله. لان انا لسه هحط عليها كريمة وكده، عشان ما تسكرش قوي. تنسوش بقى تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة. هنا بقى هغطي الكنافة لحد ما تبرد خالص، وبعد كده هوريكوا هنعمل ايه. وبعد هنا ما سبت الكنافة لحد ما بردت خالص، هنا معايا القاعدة اللي هحط عليها الكنافة. احط لها كده حبة كريم شانتيه. وهنا بقى هحط اول طبقة بتاعت الكنافة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو حطيتها. ومعايا بعد كده كريم شانتيه خام. ضربة كوباية كريمة عليها كوباية لبن. وهنا بقى احط كده، اعمل روزيتات على الكنافة. بسم الله. وبعد كده معايا عصير مانجا خام، يعني ضرباه في الخلاط بدون مية. هو كده خام زي ما هو. هحطه بقى كده في على الكنافة. بسم الله. لو حابين تستبدلوه بقطع مانجا تمام، يعني مش لازم العصير ده، يعني ممكن لو عندكم قطع مانجا تمام حطوها يعني. تمام كده. وبعد كده هحط طبقة الكنافة التانية كده على طبقة الكنافة ديت. بسم الله. نحاول بقى ايه نظبطها كده.
وبعد كده معايا كريمة، هحط برضو اعمل روزيتات كده على الكنافة كده من فوق. بسم الله. هنا بقى احط باقي الكريمة في النص كده. وبعد كده بقى هفرد الكريمة ديت. بسم الله. نفردها كده كويس على كل الكنافة. وبعد كده معايا بقى مانجا شرايح اهو، هحطها بقى كده على الكنافة. عايزين تحطوا مانجا قطع براحتكم. بسم الله. انا صراحة مش عارفة اشتغل من الجلافز ده، هقلعه. مش عارفة اتملك خالص المانجا، فانا متأكدة من نظافة ايديا، فهستخدم بقى ايدي. بسم الله.
هي للاسف المانجا خدعتني وما طلعتش ناشفه قوي، يعني طلعت طريه شويه، ف انا صراحه مش عارفه اتملك منها خالص. وبعد ما رصيت المانجا، هنا معايا قطعة كده مانجا مقطعاها، احطها كده في النص. اهو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. اهو وبعد كده معايا شريط اللي هو الفاكيوم دوت بتاع، بجيبه من محلات مستلزمات الحلويات. نحطه بس كده على في الكنافة من الجنب. بعد كده احط شريط الفاكيوم دوت، انا قصيته على قد الكنافة كده اهو. بعد كده معايا شريط ستان، طلع صغير، طب هجيب واحد اكبر. جبت شريط بداله اكبر منه، احط بقى كده ايه، بعد كده هربطه بقى كده بالشكل ده. اهو بالشكل ده كده، بصوا ما شاء الله شكلها حلو قوي.
وده الشكل النهائي بتاع الكنافة. بصوا ما شاء الله جميلة جدا. انا شلت الورق الفاكيوم وشريط الستان اللي انا كنت حطاه لاني مش ما كانش مبين شكله كده، كانت الكريمة اللي انا كنت حطاها كان بيلخبطها كده، فروحت شلت الشريط والورق الفاكيوم اللي انا كنت حطاه. بصوا ما شاء الله جميلة جدا، شكلها جميل وطعمها اكيد هيبقى احلى. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بنزله. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.